السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناتي يوميات امان السيد. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وباحسن صحه واحسن حال. فيديو النهارده بقى عاملين مع بعض سينابون خطير بعجينه اسفنجيه وهشه وخطيره، وصوص سينابون تقيل مش خفيف، وبمكونات سريه هتخليه طعمه ألذ من السينابون الاصلي كمان. وكمان شويه تريكات كده في العجينه هتخليها طريه حتى لو قعدت معاكي اكتر من كام يوم. اول حاجه جبنا كوبايه ميه دافيه، مج يعني ميه دافيه فتره. وحطيت معلقتين ونص سكر وكيس خميره زي ما انتم شايفين كده يا بنات. نمكس بقى السكر مع الميه مع الخميره. بعدين هننزل ببضايه بدرجه حراره الغرفه، كل حاجه بدرجه حراره الغرفه بنات، عشان الخميره تبقى متفاعله معانا. نزلت بكيسين فانيليا اللي هي الباودر، ودول معلقتين زبده كبار، زبده لينه لازم تكون لينه وتكون طريه معاكي عشان تديكي نتيجه كويسه. ودول حوالي معلقه ونص او معلقتين زبده زبادي، اللي هو في بلاد بره اللي هو الحليب او الرايب هناك، يعني بيتقال عليه كده في البلاد العربيه. تمام. مكست كله بقى مع بعض. لو انت مش متاكده من الخميره اللي عندك بتعملي له اختبار الخميره. هنزل بعد كده ب3 كوبايات دقيق بنفس المج اللي احنا عايرنا بيه الميه. نفس المج اللي احنا عايرنا بيه الميه هننزل بيه 3 كوبايات دقيق. تمام. وهنبتدي بقى نعجن. انا العجينه المفروض العجينه تبقى طريه بس ما تكونش ملزقه. المهم دلوقتي حطينا ذره ملح، دي سنه عن الرسول يا بنات ما تنساهاش. وحطينا معلقه صغيره بيكنج باودر ومعلقه كبيره كريم شانتيه. وجربوا بقى الكريم التركيه دي هي واللبن البودر، بيدوكي غناوه خطيره للعجينه وطراوه مش طبيعيه حتى لو قعدت كام يوم. بجد جربوها تدعولي. و هنبتدي بقى نعجن. كنت بقول لكم ان العجينه بتاعه السينابون المفروض تبقى طريه بس مش بتلزق خالص. هنا انا ابتديت اعجن العجينه، كانت يعني ابتدت تلم معايا بس برضو من زي ما انتم شايفين كده. انا هفتح معاكم العجان هوريها لكم. انا كنت مستنيه برضو، انا عماله اعجن فيها ان هي تلم ما بتلمش، فلو فضلت اعجن كتير الجلوتين بتاعي دي هيطلع والعجينه هتنشف معايا مش هتديني النتيجه اللي انا عايزاها. فابتديت ازود معلقتين دقيق بمعلقتين دقيق. زودت 3 مرات ومعدل كل مره معلقتين، يعني الخليط دوت خد معايا بالظبط مقدار الدقيق 3 كوبايات ونص ومعلقه دقيق، يعني 3 كوبايات ونص دقيق وعليهم معلقه. وطبعا الدقيق بيختلف من دقيق لاخر يعني. فانت لو هتمشي معايا بنفس الخطوات وهتحطي الميه الاول وهتنزلي بقى بالدقيق لغايه لما تديكي قوام العجينه دي. بصوا العجينه طريه ازاي، طريه بشكل مش طبيعي بس ما بتلزقش. يعني بصوا مش هتلاقوا عجين دلوقتي على ايدي طول ما انا بلمها العجينه بتمسك في بعضها، شايفين؟ وطريه ومش ملزقه وخطيره. ده قوام العجينه المظبوط. وكمان يا بنات المعجنات احسن حاجه تعجني بيها الميه مع اللبن البودر والحاجات والزبادي مثلا او كده. انا بحس ان اللبن الحليب بي العجينه بتكتم حتى لو بعد يومين. انتوا فاهميني انا قصدي ايه؟ يعني بعد ما بتخبزيها وبتقعد يومين بتحسي انها قفشت كده. المهم بقى هنا خلاص سيبناها تتخمر في حوالي ساعه ساعه ونص، يعني في الشتا دي لو جو ساقع قوي. نبتدي بقى نعمل صوص السينابون اللي انتوا لو جربتوه بطريقتي هتدمنوه. انا ما بحطش في الصوص السينابون زبده خالص. اول حاجه اللي انا حطيتها دي مكعبين شوكولاته بيضه سيحتهم في الميكرويف. نزلت ب 3 ارباع كوبايه سكر بودره، 3 ارباع كوبايه لبن بودره، يعني المقادير موحده. كيس فانيليا، ودوت هنا تمن كيلو سوري جبنه كريمي، يعني برضو بمعدل 3 ارباع كوبايه جبنه كريمي. تمام. ايه تاني يا بنات؟ التركية بقى هنا هحط نص كوباية كريم شانتيه او 3 ارباع كوباية. هنا حطيت نص كوباية كريم شانتيه زي ما انتم شايفين. تمام. يعني كريم شانتيه بيبقى اقل شوية. وابتدي انزل بمعلقتين كده لبن واضرب يعني حسب ما هي ما هتحتاج معايا. بصوا صوص سينابون خطير 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 خطير، واللي جربه بطريقتي فعلا بيحلف بيه. بيبقى مختلف تماما عن صوص السينابون الاصلي وغني وطعمه احلى وقوامه تقيل وخطير. انا هنا ضربت معاكم الكميه دي، بس عملت يعني خلف الكاميرا ضعفت الكميه. حطيت تاني نص كوبايه كريم شانتيه وحطيت اللبن البودره وحطيت السكر البودره، بس ما حطيتش شوكليت بيضه تاني. وابتديت اضربه. بصوا هنا بقى ما شاء الله. وزودت طبعا لبن حبه بحبه. يعني تقل معايا دخلته التلاجة. هتخرجيه من التلاجة هتلاقيه تقيل، هتبتدي برضو بالمضرب اليدوي العادي تزودي لبن
وتضربي لغايه لما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. هنا بقى الحشوه بتاعه السينابون اللي هي بالقرفه، دول 3 معالق زبده لينه، نزلت عليهم ب3 معالق سكر سنترفيش اللي هو سكر الطعام، نص معلقه كبيره نشا. وجربوا النشا بتخلي ما بين الطبقات فلافي كده والطبقات مورقه. ومعلقتين كبار قرفه، ومعلقتين ونص يعني كده قرفه، ومعلقتين كبار كاكاو خام. تمام. امكس بقى كل دوت مع بعضه. والطريقه دي يا بنات ان انتوا تمكسوها مع الزبده بتبقى احسن من ان انتوا تدهنوا العجينه بالزبده وترجعوا تحطوا الحشوه بودر، ما بتثبتش على العجينه. الطريقه دي احلى، بتبقى عامله زي الشوكولاته كده، بتبقى خطيره. اتفرجوا بقى على جمال العجينه بعد ما اتخمرت. بصوا حاجه كده خطيره، فلافي وهشه جدا. بصوا يا بنات، بصوا الفراغات اللي هي عاملاها وهي لسه يعني نية، مش قادرة اقول لكم ريحتها اللهم بارك، كانت خطيرة خطيرة خطيرة. وملمس العجينة كان فظيع ما شاء الله اللهم بارك. جربوا العجينة بطريقتي صدقوني هتدمنوها. رشة دقيق على البورد كده، وابتدي بقى اجيب العجينة هقسمها على جزئين، وابتدي افرد كل جزء لوحده. بصوا انا ابني كان قاعد جنبي هنا بيعيط ان هو عايز ياكل العجينه كده، يعني هو متخيل ان هي كده من كتر ما هي ما شاء الله كانت ريحتها خطيره. اهم حاجه صليت على النبي ولا لسه؟ هنا بقى العجينه الباقيه لازم تغطيها عشان ما تعملش قشره. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ولو مش مشتركه اشتركي وفعلي زرار الجرس وحطي لايك واكتبي لي كومنت حلو وجميل زيك. ولو محتواي بيعجبك شيري فيديوهاتي. هنا بقى نبتدي نفرد العجينه كده بالنشابه، وحاولي يعني تفرديها بقى على يعني انها تبقى مربعه او مستطيله، عشان لما تيجي تلفيها يعني تبرميها تبقى سهله معاكي. بصوا يا بنات، سمك العجينه ما بيكونش تخين ابدا، لان هي لسه اللهم بارك بتتخمر يعني خ... خمران تاني، فالكميه تتضاعف، يعني حجم القطع بيتضاعف معاكي. هنا بقى بصوا ما شاء الله الخليط، المعجون اللي هو بتاع القرفه والكاكاو اللي احنا عملناه مع بعض والزبده. بصوا بقى بيبقى عامل زي الشوكولاته بالظبط، بيبقى سهل الفرد وبيبقى ماسك في العجينه، وبيبقى طعمه اقوى في العجينه. ابتدي بقى افردها كلها. ما بجيبهاش خالص على الاطراف، عشان لما ابرمها وتيجي ادخلها الفرن السكر يعني ما يكرملش وتحرق تلزق من تحت. هنا بقى زي ما بقولكم بتبرموها عادي اهو. طريقته سهل جدا، وفي كذا طريقه للتقطيع، ممكن تقطعيه بالسكينه او تقطعيه بخله، او ممكن تفرديها زي ما احنا ما كنا فردينها الاول وتقطعيه بقطعه البيتزا كل قطعه لوحديها، وتبرمي كل واحده لوحديها. فاهميني؟ هنا بقى الطرف بنبتدي نقفله كده زي ما انتم شايفين، وهوريكم طريقه تانية لو مش متقفل منكم بعد ما تقطعوه تقفلوه ازاي. تبتدي بقى تقطعي الواحده على الحجم اللي انت عايزاه، يعني على قد 3 صوابع 4 صوابع براحتك. هنا بقى زي ما بقول لكم ممكن نجيب الطرف كده وناخده لتحت، وخلاص كده هي اتقفلت مش هتفك معاكي ابدا. فليها كذا طريقه. نبتدي بقى نقطع كل واحده زي ما انتم شايفين. هنا انا كنت هعمل لكم دي تاني بس لقيتها صراحه متقفله، فقلت عشان ما بهدلهاش. نبتدي بقى نحط في القالب اللي احنا هنحط فيه، انا رشه زيت بسيطه، وتسيبي فراغ ما بين كل واحده لوحده، لان انا زي ما بقول لكم لسه هنخمرها مره كمان. فما شاء الله يعني حجمها بيتضاعف، فما تبقاش لازقه ملزقه في بعضها. فاهميني انا قصدي ايه؟ بصوا يا بنات خطيره اصلا شكله هو إيه؟ يعني وهو ني كده يتاكل ني يا جماعه والله. بصوا انا من عشاق السينابون، وفعلا انا اللي بيحبني يعني وبيعزني يعزمني على سينابون وقهوه يعني. بس يعني دي اكتر حاجه انا بحبها. زي ما انتم شايفين كده. بصوا يا بنات خطير خطير. جربوه واكتبوا لي، يا رب تجربوه ويعجبكم، واكتبوا لي رايكم ايه. و بصوا خطير ازاي. انا ما حدش بياكل من ايدي السينابون الا لما بيطلبوا مني على طول. هنا بقى اخلص بقى، كنت بقول لكم هنا جبت العجينه التانية زي ما انتم شايفين كده، وابتدي افردها بقى واظبطها واخلص بقى الكميه وارجع لكم. انا خلاص كنت خلصتها وقطعتها. بصوا ما شاء الله انا المقدار ده عمل لي بالظبط 20 قطعه سينابون. احسبوا يا بنات كده القطعه بره بكام، هتلاقوا بتمن قطعه واحده انتوا عملتوا ال20 دول. موفر وانضف واحلى، وانتي خادمه على الحاجه عندك وخطير. هنا بقى انا بقول لكم ما شاء الله كده الكميه خلصت. ابتدي احطهم في الرف اللي في النص على درجه حراره 200 او 190. بيقعد قد ايه؟ بيقعد بالظبط ربع ساعه او 10 دقايق حسب نوع الفرن. لو انت عندك مروحه شغليها، انا كان عندي المروحه فخد اللون من فوق ومن تحت زي ما هو. طلعته غطيته لما هدي شويه،
زي ما انتم شايفين بيتحدث عن نفسه، طري وهش وفلافي ومورق وخطير خطير خطير. وبصوا العجينه اسفنجيه ازاي، بصوا الفراغات، لا بجد كان اللهم بارك طعمه خطير. لو اقول لكم ان انا ولادي وجوزي حواليا بياخدوا مني يعني من كتر ما هو ريحته كانت جباره. بصوا يا بنات العجينه طعم شكلها عامل ازاي، مش ده كده شكلها، مش قادره اقول لكم طعمها. بصوا بقى صوص السينابون، انا طلعته زودته حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه لبن وضربته بالمضرب اليدوي. وبصوا بقى سمك الصوص، طعمه كان خطير 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 بجد، كان تحفه. مش مدهني لان انا مش حاطه فيه زبده، انا جربت اللي بالزبده بصراحه ما عجبنيش، طريقتي دي هي الاحلى يعني بالنسبه لي. جربوها هتعرفوا ان هي الاحلى. دي هنا كانت نوتيلا، سيحتها بمعلقتين زيت كده على البارد وابتديت احطها في كيس. وزي ما انتم شايفين طبعا بقى عندك صوص كراميل، عندك كراميل، عندك بيستاشيو، عندك لوتس، اي صوص انت حباه. دول كان اخر صوص كراميل. بصوا هتيجي هنا تفنش، حلفت انها مش هتنزل، وانا صراحه ما فيش اعصاب عاند معاها يعني فسبتها. بصوا يا بنات فلافي فلافي وخطير، وطعمه كان اللهم بارك خطير. هتشوفوا ابني دلوقتي حواليا وبياكلوا ما شاء الله بألف هنا يا رب على اللي كل منه. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والشير. بصوا خطير، بصي ابني بيدوقه. ده كان فيديو النهارده، اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله على خير، مع السلامه.